اهلا بيكم طلاب ثالثه ثانوي. النهارده في كلمات يونت 12 اخر يونت عندنا في المنهج تحت عنوان ميس اند فيبلز، يعني اساطير وخرافات. زي ما تعودنا مع بعض بنبدا بالكي فوكاب، الكلمات الاساسيه، وبعد كده بناخد بقيه كلمات اليونت. ويلا مع بعض نروح للكي فوكابلري. عندي أول كلمة معانا هي كلمة myth يعني أسطورة. عندي بعد كده mythology علم الأساطير. بعد كده عندنا كلمة legend برضو أسطورة. legendary دي صفة معناها أسطوري. عندي كمان fable بمعنى خرافة يعني إيه؟ يعني قصة قديمة او ايه، قصة خيالية بالهدف منها ناخد منها عبرة. بعد كده عندي كلمة chop يعني يقطع. عندي كمان cheer بمعنى يبتهج او يفرح او يهلل يعني. بعد كده عندنا كلمة perspectives يعني وجهات نظر، تقدر تقول بتساوي كلمة view points. عندي كمان كلمة chivalry يعني شهامة. عندي كمان كلمة honorable معناها مبجل أو جدير بالاحترام. عندي كمان كلمة humble معناها متواضع. عندي كمان كلمة entertaining معناها مسلي أو شيق. عندي كمان كلمة eternal معناها أبدي أو دائم. عندي كمان كلمة night خلي بالك الكي سايلنت معناها فارس اللي هو بيبقى راكب على الحصان وبيحارب. عندي كمان كلمة moral ليها معنيين، يا إما أخلاقي صفة بمعنى أخلاقي أو ليها معنى مغزى من القصة. عندي كلمة conflict معناها صراع. كمان معنا relate يتعلق بيه. عندنا كمان كلمة universal معناها عام أو شامل. عندي verb boast بمعنى يتفاخر. عندي كمان كلمة flood هي verb بمعنى يفيض ونون بمعنى فيضان. عندنا كمان stretch out معناها يتمدد او يقدر تقول يعمل كده اهو stretch out. بعد كده عندنا كلمة tears معناها دموع. كمان معانا steady صفة بمعنى ثابت. وبكده يبقى خلصنا الجزء الاول لكي فوكاب يونت 12. ويلا مع بعض نروح للجزء الثاني من كلمات يونت 12. ويلا بينا نروح مع بعض لأهم كلمات يونت 12. معانا أول كلمة verb defeat معناه يهزم، ونون كمان بمعنى هزيمة. defeat يهزم، هزيمة. debate معناها مناظرة. debatable معناها مثير للجدل. purpose معناها غرض أو هدف. عندنا كمان relevant adjective معناها ملائم. معايا نوع منها بقى relevance معناها ملائمة. reflect verb بمعنى يعكس. primarily adverb بمعنى بشكل أساسي. عندنا كمان verb exist verb بمعنى يوجد. verb كمان معانا اسمه exaggerate معناها يبالغ. overall معناها كلي أو إجمالي. لو قلنا مثلا over all cost يعني التكلفة الإجمالية. castle
castle اللي معناها قلعة. كمان معانا noun contest. contest معناها مسابقة. monster. monster معناها وحش. dragon. dragon يعني تنين. obey. obey verb بمعنى يطيع. tortoise. tortoise السلحفة. pain. pain معناها ألم. anger. anger معناها غضب. gather. gather الفيرب ده مهم جدا، معناه يجمع أو يحشد. يجمع أو يحشد. ومعانا كمان الادجكتيف jealous. الصفة jealous معناها غيور. غيور. عندنا فيرب apply. apply معناه هنا بقى يطبق. يطبق جاية من كلمة application اللي هو التطبيق. sword. sword السيف بتاع المعركة. عندي armor. armor. armor معناها درع اللي بيلبسه المحاربين أثناء الحروب. بعد كده عندنا كلمة hero. hero معناها بطل. fast paced. fast paced معناها سريع الخطى. كمان معاه beloved. beloved معناها محبوب. trap. trap فيرب بمعنى يحبس، وناون بمعنى فخ. معنى كمان defend. defend فيرب بمعنى يدافع. donate. donate يتبرع. bounce. bounce فيرب بمعنى يرتد أو يتنطط. بمعنى ايه برضو عشان نبسطها للناس؟ لما تيجي تحدف الكرة في الأرض وترتد تاني، ده اسمها كده عملت كده الكرة عملت باونس، ارتدت يعني باونس. معانا كمان branches. branches معناها فروع أشجار. وتمشي كمان فرع شركة، يعني فروع الشركات شركة لها فروع اسمها branches برضو. بعد كده معانا كلمة stuck. stuck معناها عالق. عالق بمعنى ايه؟ يعني مثلا لو انت في المواصلات والسكه بقت زحمه واقفه، فانت ايه حد بيسالك انت فين، تقول لهم I'm stuck، يعني انا عالق او يعني مزنوق في المواصلات. nearby. nearby صفه بمعنى مجاور. عندي كمان plot. plot معناها حبكه دراميه. الحبكه الدراميه يعني اهم ايه، اهم مشهد او اهم فكره في العمل بتاعنا، سواء مسرحية أو مسلسل أو فيلم يعني. كمان معايا تراجيك. تراجيك صفة بمعنى مأساوي. مأساوي. معانا كمان strict. strict. strict معناها حازم أو صارم. force. force قوة. empathy. empathy معناها تعاطف. dove. dove معناها حمامة. معانا كمان كلمات زي verbally. verbally معناها لفظيا. theory. theory معناها نظرية. timeless. timeless معناها أبدي أو خالد أو حاجة لا تنتهي. virtue. virtue معناها فضيلة. فضيلة هنا مفرد كلمة فضائل يعني اسمها virtue. virtue. معنا كلمات تانية زي demonstrate. demonstrate فيرب معناه يوضح أو يشرح. معنا كمان فيرب بنفس المعنى illustrate. illustrate. imaginary. imaginary adjective بمعنى خيالي. outdated. outdated معناها قديم. معنا كمان old fashioned. old fashioned معناها موضة قديمة. justify. justify verb بمعنى يبرر. hair. hair معناها أرنب. tales. tales معناها حكايات. معنا كمان power.
power معناها قوة. the dead معناها الموتى. prove verb بمعنى يثبت. proof خد بالك بالاف النون هنا معناها اثبات او دليل. معنى كمان code معناها مجموعة من القوانين. motivation معناها حافز. clue دليل او مفتاح، يعني مفتاح لغز جريمة مثلا اسمه clue. similarity معناها تشابه. leaf معناها ورق شجر او ورقة شجر، هي مفرد. طب جمع leaf ايه؟ leaves اوراق شجر، يبقى leaf ورقة شجر مفرد، leaves اوراق الشجر جمع. fierce معناها عنيف او شرس. slip معناها ينزلق يتزحلق يعني. adventure معناها مغامرة. ladder معناها سلم. elastic المطاط. approach هنا verb بمعنى يقترب. flow verb بمعنى يتدفق. deserve معناها يستحق. hunter معناها صياد. وبكده خلصنا اهم الكلمات في يونت 12، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ومتنساش سبسكرايب والشير عشان تساعد صحابك.